خطورة تربية القطط في الأماكن العالية. الناس اللي ساكنين في العلو، يعني ساكنين في السانكيام دوزيام تروازيام، ردوا البال للقطط ديالكم، حيت القطط ديالكم راه امانه عندكم. كيف ما كتشوفوا القط غير كتفتح السرجم او البالكون كيمشي للسرجم، حيت هو واخا كيعرف الخطوره ديال ان المكان عالي وما يقدرش يهبط وما يقدرش يطيح، يعني الا في حاله واحده الا كانت فيه لاشالوغ بحال هذا القط. دابا عندنا القط سيمبا عنده 8 شهور ونص، يعني فيه لاشالوغ، فيه علامات طلب التزاوج، يعني جاتو الحاله ديال التزاوج او حاله البلوغ. هنا الا جا في القطه لتحت يقدر يتلح عليها، يعني يقدر ينتحر على قبل القطه. هذه غريزه فطريه في القطط يعني. او الا شاف حاجه واحده اخرى، شاف مثلا حمامه دايزه، او شاف مثلا طوير، او شاف نحله، او شاف شي حاجه كطير في السماء، هو بفطرته الغريزيه صياد، يعني يقدر يتلح عليها وتما كتوقع الكارثه، يطيح. ولكن بمجرد انه كيشوف بان راه البلاصه عاليه ما يقدرش يهبط زعما منه لراسو، يعني بوحدو يقدر يهبط او يطيح او هذا لا، ولكن الا شاف شي حاجه بدون شعور غادي يتلح عليه وتما غادي يطيحوا. وصراحه بزاف الناس هازين غلطه، بزاف الناس هازين فكره غلطه على القطوط، راهم كيطيحوا بطريقه سليمه ولا طاحوا من العلو ما كيجرى لهم والو. لا، هذه فكره خاطئه. بزاف القطط اللي كنعرف، حيت انا كنربي القطط بزاف وكنعتني بالقطط وعندي علاقه مع الناس اللي عندهم القطط، يعني عندي معلومات بزاف على القطط. وكنشوف بان اي قط طاح من شي بلاصه عاليه يا اما كيتهرس او كيموت في البلاصه او كيبقى في شي عاهه مستديمه اللي تخليك تندم طول حياتك، لان انت هو السبب ديالو. حيت القطط الا عندك في الدار عندك واحد المسؤوليه بحال عندك لي بيبي في الدار، يعني ولدك او خاك صغير او شي حاجه، خاصك ترد البال القط بزاف، خصوصا في الاماكن العاليه. كيف ما كتشوفوا حنا الا فتحنا غير على غفله القط كيمشي للبالكون وكيطلع، هذه غير مجرد اننا غفلنا. اما من ناحيه اننا نفتحوا السراجم او نفتحوا لي بالكون، لا، ما يمكنش صراحه، الا سدينا على القط في شي بيت وبغينا نهويو الدار او شي حاجه بحال هكاك، يعني كنحافظوا على القط في شي بيت او في الحمام او شي بلاصه اللي ما فيهاش شي شراجم. صراحه القطط بزاف القطط ماتوا بسبب الاماكن العاليه، بسبب الناس اللي ما خداوش الامر بجديه. هذه روح خاصنا نحافظوا عليها لان امانه وما كتهدرش. هو كيحس القط كيحس اكثر من حنا البشر، هما حساسين بزاف وكيتقصحوا كيتالموا كيبكيو. حاجه واحده اللي الفرق بينهم وبين البشر هو انهم ما كيهضروش، يعني ما كينطقوش. يعني رد البال القط ديالك. شوفوا كيما كتشوفوا القط كيحاول يفتح السرجم، واخا كيكون انا كنفتح واحد شويه من السرجم يعني باش تا هو الدار، ولكن هذاك شويه هو كيقلب عليه وكيمشي كيبغي يفتحه. وصراحه جربت بزاف المرات هو كيفتح السرجم وكيخرج، وكنعمل محاولات صعيبه باش كنرجع القط من السرجم او من البالكون. زعما ماشي ولا شتوني خرجت القط من السرجم او من البالكون، يعني ماشي بالاراده ديالي. اذا كنت من عشاق القطط ومن محبي القطط وتهتم بالقطط، شارك في قناتنا الدينيه للعنايه بقطه الشوارع كي تستمر. وكي نعرف كم من محبي القطط ومعجبي القطط وعشاق القطط، وشكرا للجميع.